لا توكلت على الله. يا ألف أهلا بحبايب المصطفى في الكوكب كله. نوحد الواحد ونصلي على حبيبكم الهادي. وهنعمل شوية شوربة يدفونا وكمان قيمة غذائية عالية جدا. الشوربة اللي بنعملها النهاردة فيها فراخ وفيها مشروم، فيها خضار، فيها كمان مكرونة. يلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا السهلة الجميلة جدا، القيمة الغذائية العالية قوي، وجبة متكاملة تقريبا. يلا بينا نشوف الشوربة معانا النهاردة وجمالها وبساطتها. بسم الله. اول حاجه معايا معلقتين زبده كبار في طاسه على النار. طبعا اسفه جدا على الكركبه لاني في فرح وطلب مننا الشوربه دي للعريس، فاستحملونا بكركبتنا، انتوا حبايبنا ومعلش بنيجي عليكم شويه. هناخد بقى الزبده دي، هنسيح معلقتين زبده كبار، وهننزل بقطع الفراخ اللي احنا مقطعينها كاريهات او مقطعينها شعريه، زي ما تقطعيها زي ما تحبي قطعيها. وبعد كده هشوح كويس قوي الفراخ بتاعتي في الزبده. وفي الزبدة مهمة، يعني احنا بنشتغل في شوربة يعني زبدة. ده رأيي يعني، والطعم بيختلف تماما جدا. الشوربة في الزبدة حاجة تانية. بعد كده بضيف معلقتين دقيق على الفراخ بتاعتي عشان يتشوحوا مع الفراخ، معلقتين دقيق كبار. وهشوح الكلام ده مع بعضه كويس جدا. يفضل طبعا انك تشتغلي في طاسة تيفال عشان الدقيق ما يلزقش معاكي، لكن ده كان المتاح في التوقيت الحالي. وبعدين زعيم الشوربة معايا الجنزبيل والحبهان الناعم. هضيف نص معلقة صغيرة من ده ومن ده على الفراخ بتاعتي. شوية فلفل اسود او فلفل ابيض لو متاح عندك زي الفل. وهقلب الكلام ده كله مع بعضه، يتشوح كمان البهارات بتاعتي مع الفراخ والدقيق. هضيف كوبايتين مية مغليين على الفراخ وكمان ورقتين لورا. سيب الفراخ بتاعتي على النار تاخد لها غلوتين اتنين وهطفي عليها. حلة تانية على النار، معلقتين زبدة كبار ومعلقة زيت صغيرة، وهسيحهم مع بعض كده. انزل عليهم ببصلاية كبيرة متقطعة كريهات صغيرة. لما تدبل البصلة هنزل عليها بالجزر المبشور او مقطع كمان كريهات صغيرة، لكن لو هتقطعيه قطعيه ناعم جدا. وهبدأ اشوحهم مع البصلة كمان. دلوقتي عندي حبتين فلفل اخضر مقطعاهم ناعم، او حبايه كبيره واحده متقطعه ناعم، وهضيفها مع الخضار واشوح. بعد كده بضيف حبيتين كوسه متقطعين كمان كريهات صغيره. مهم جدا مع الخضار بتاعنا كله بالتحديد الكوسه تكون مغسوله كويس قبل ما نقطعها عشان ما يبقاش فيها اي رمل. بعد كده عندي بصلتين خضر مقطعاهم ناعم، هضيفهم كمان ويتلوحوا مع باقي الخضار بتاعنا. كمان حبايه بطاطس مقطعه كريهات صغيره. هشوحها كلهم مع بعض، وهضيف البهارات بتاعتي توم وبصل بودر وفلفل اسود، بابريكا والملح، ومرق الدجاج لو تحبي. الاضافه المهمه جدا اللي هي بتغير طعم الشوربه نهائيا، بتوديكي فلفل، يعني طعم الشوربه بيكون فلفل. عشان لو مش بتحبي الفلفل الاخضر او الالوان، اتاكدي ان طعم الشوربه دي واضح فيها جدا الفلفل بالخطوه دي. انا بضيف دلوقتي فلفل احمر واصفر، وانا في البدايه كنت ضايفه حبه فلفل اخضر، فطبعا الفلفل بيكون ريحته وطعمه طاغيين في الشوربه، لكن طعمها تحفه قمه في الجمال. لكن مع الناس اللي ما بتحبش الفلفل تلاحظ ان الفلفل هيكون واضح. نقدر نلغيه او نقدر نسيبه زي ما تحبي. ضفت بعد كده حوالي كوبايه مشروم متقطعه كمان كريهات صغيره زي بقيه الخضار. وقلبت المجموع كله مع بعضه، هيتشوح تشويحه كويسه وياخد من الريحه. وحان الوقت دلوقتي. الشوربة اللي احنا اول حاجة عملناها في الفيديو، الفراخ اللي شوحناها وسبناها تتسلق، هنضيفها دلوقتي بشوربتها بحالها، بهاراتها وكل حاجة حلوة فيها. اكيد دلوقتي الموضوع محتاج تقليبة كويسة. في المرحلة ديت بضيف ال- الصنف الاساسي معايا في الشوربة اللي هو المكرونة الاسباجيتي او المكرونة الاسباجيتي العريضة. انا في الفيديو ده بالتحديد كان معايا مكرونة اسباجيتي عادية. في الفيديو اللي قبله اللي انا مصوره لكم منه اجزاء كمان، كانت المكرونه الاسباجيتي العريضه بتكون شكلها اظرف في تقديم الشوربه. لكن دي كمان كانت جميله جدا، لكن هي كانت المتاحه في التوقيت ده. الحقيقه ما خذلتنيش، وكان شكلها ظريف وطعمها كمان مميز، وكانت حلوه جدا. دلوقتي هسيبها حوالي 3 دقايق بحيث ان المكرونه تبدا تدخل في السوا. الحرة دي بضيف معلقة ريحان ناشف. لو ما عندكيش ريحان تقدري تضيفي نعناع اخضر او ناشف برضو، بيضيف طعم مختلف تماما على الشوربة. دلوقتي عود كزبرة اخضر متقطع ناعم جدا. بتاعتنا جاهزة على التقديم. في المرحلة دي لو حابة تضيفي ليها معلقة كريمة لباني او قشطة زي الفل تقدري. ما ت- مش متاح عندك، هي كده ممتازة جدا وطعمها جميل.
فيها طعم الشوربة مع الفراخ مع المكونات الجميلة اللي اتحطت فيها، الحقيقة جميلة جدا جدا. اتقدمت معانا في عزومة كبيرة. وأتمنى إن شاء الله يكون الفيديو عجب حضراتكم. أكيد الفلفل يا جماعة بيأثر في الوصفة اللي معانا النهاردة. لو مش بتحبوا الفلفل الغوا الفلفل من الوصفة عشان ما يأثرش معاكم في الطعم. في خلاف ذلك الشوربة جميلة جدا جدا، يعني لو حد بالنسبة له الفلفل عادي هتبقى الشوربة ممتازة. اتمنى الفيديو بتاعنا النهارده يعجبكم وتنفذوا الشوربه وتقولوا لي رايكم فيها. تقولوا لي رايكم في تعليق على الفيديو وعلى محتوى القناه في العموم. ولو نستاهل وجودكم معانا شرفونا بالاشتراك والاعجاب والتعليق على القناه. استودعتكم الله. السلام عليكم ورحمه الله.